عاجل: مقاومة آل حمقان تصدر بيانا بشأن معارك البيضاء، وهذا ما حدث. أصدرت قيادة مقاومة آل حمقان بيانا هاما، وهذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. فإننا في مقاومة آل حمقان وإلى جانبنا كل الشرفاء الذين أخلصوا العمل لله ثم للوطن، قد صمدنا صمود الأساطير وواجهنا عنفوان المنقلب على دولته الطاعن في الظهر أمته العميل. الدولة امتد حقدها على العروبة من عصور الدولة الفارسية التي أنهى العرب وجودها ودكوا معاقلها إلى غير رجعة. وأثبتنا للشعب اليمني كله في حرب شهدها القاصي والداني أن الحوثيين ليسوا إلا فزاعة تمضي في زعزعة أمن اليمن، وتستمد سمتها النتنة من قتل الأبرياء من النساء والأطفال وتفجير دور العبادة والغدر بكل من ساندهم من خارج دائرتهم المذهبية المقيتة، في حرب دارت رحاها لمدة 7 سنوات في مديرية الزاهر آل حمقان، لم يتقدم خلالها الحوثي حتى شبرا واحدا، وذلك من إيماننا الخالص بأن الموت والحياة بيد الله، وأننا لن نبرح الأرض إلا بأحد الحسنين، إما النصر أو الشهادة. ورغم كل المؤشرات الخطيرة التي حدثت خلال فترة صمودنا والتهميش المتعمد لجبهتنا الصامدة ومحاولة اختراق صفوفنا سياسيا ومناطقيا ودينيا، إلا أننا حافظنا على تماسك جبهتنا الداخلية، الأمر الذي اجتهد في تفكيكه وزعزعته الآخرون. هذا بفضل الله ثم بفضل المقاتلين المرابطين الأبطال ممن بذلوا أغلى ما تجود به أنفسهم للدفاع عن الدين والأرض والعرض. وأن ما حصل من انكسار وما تبعه من أحداث إنسانية مؤلمة في الآونة الأخيرة بعدما شهده العالم من انتصارات ساحقة على العدو والسيطرة الكاملة على مديرية الزاهر، كان سببه التآمر والخيانة العظمى على شرارة المقاومة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى. وسيتم كشف الحقائق كاملة وشرح كامل التفاصيل عن صمود مقاومة آل حمقان خلال 7 سنوات وماذا صنعوا، وعلى حجم الخيانة التي حصلت في وقت لاحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صادر عن قيادة مقاومة آل حمقان بتاريخ 17 من الشهر 7 2021.